يمكن ده كان مجمل او يعني نقول ملخص كده للكلمات الافتتاحيه. وكان اهم حاجه في الملخص ان جميع من تحدثوا اشادوا ان 2025 2026 سوف تجد قفزات ايجابيه في معدلات النمو نأمل. وانخفاض في معدلات التضخم. صحيح. وده اللي ذكره كمان بالظبط. محافظ البنك المركزي السعودي، بالظبط. ان معدلات التضخم قلت، وان شاء الله لو ده حصل هنبدا معدلات البطاله ايضا تاخذ منحنى نأمل الانخفاض هذا ان شاء الله. خلينا بقى نبدا موضوعنا النهارده في حلقتنا، وهي المبادره الرئاسيه بدايه جديده لبناء الانسان، وهي مبادره بتهدف الى بناء الموارد البشريه المصريه، التطوير في الفتره القادمه باذن الله، التدريب، الخبرات، كل ده طبعا مهم جدا ان احنا نستفيد من الموارد البشريه. اعتقد الموضوع ده مهم جدا. خلينا نعرف مع حضرتك كده اهميه المبادره دي، او يعني اهدافها ايه. طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني اعطى اوامره باطلاق مبادره بناء الانسان المصري. طبعا دي مبادره جديده بيشرف عليها وزير الصحه ونائب رئيس الوزراء السيد الوزير خالد عبد الغفار، لانه يعني في الحقيبه الجديده اللي هو نائب رئيس الوزراء لشؤون الموارد البشريه، يعني صحيح. يشمل قطاع الصحه، قطاع التعليم، قطاع الثقافه، السكان. فده طبعا قطاعات غنيه وقطاعات بتمس كل مواطن مصري. بناء الانسان ده شيء جديد مع الحفاظ على الهويه المصريه، ده يمكن من اهم اهداف هذه المبادره، والاستثمار وتحقيق مبدا التنميه المستدامه في قطاع الصحه والتعليم والثقافه والرياضه. الاربع قطاعات دول هم اهم قطاعات بتشمل كل الشعب المصري، وتم من خلال هذه المبادرات الى تقسيم الشرائح العمريه من سن يوم حتى سن 6 سنوات للاطفال، الاهتمام بهم وتقليل حجم الوفيات من اول 28 يوم للاطفال، ثم من سن 6 سنوات الى 18 سنه اللي هو الشباب، ازاي ان احنا نعلمهم وازاي ان احنا نطورهم في المدارس ونهتم بصحتهم منذ البدايه. ثم المرحله العمريه الاخرى من 18 سنه الى 65 سنه، وهي مرحله ان احنا نصقل المواهب ونعلي من التدريب ونأهل هذه الطبقه الى ايجاد فرص عمل من خلال التحول الى التكنولوجيا الجديد وتطويرهم في قطاع التكنولوجيا، وتطويرهم ايضا في قطاع تعلم لغات زي الانجليش، زي اللغه الانجليزيه او الفرنسيه ولغات اخرى كثيره، لان ده الطبقه اللي هي بتنتج للشعب المصري. يمكن من سن سنه لغايه 18 سنه هي طبقه بتكتسب مننا خبرات تعليميه وخبرات رياضيه وخبرات ثقافيه، لكن من بعد 18 سنه بيتحول هذا الشاب الى شاب منتج، سواء كان حصل على تعليم عالي او تعليم فني، لكن ده بيكون بدايه سن العطاء. فمصر الحمد لله دوله شابه فيها نسبة كبيرة 60% شباب، يعني 60% قادرين على العمل. على فكرة السيدات دخلوا سوق العمل ونجحوا ان هم يضيفوا ليه اضافة كبيرة، وبالعكس ده عندهم اصرار على النجاح يمكن اكتر من الشباب. فدي حاجة لابد ان احنا نعترف بيها. وايضا من ضمن اهداف بناء الانسان ان احنا نعمل فيه تسوية اجتماعية ما بين الرجل والمرأة، وده ظهر جدا من خلال تولي المرأة المصرية العديد من المناصب القياديه، سواء كانت سياسيه او حكوميه. اصبحت المراه محافظ، اصبحت المراه وزيره، اصبحت المراه نائبه في مجلسي الشيوخ ومجلسي النواب، اصبحت المراه لها في العمل الاجتماعي، لها في العمل الاعلامي، متواجده معنا وشريك استراتيجي في الاقتصاد المصري. تمام. وكل امراه تدخل الاقتصاد المصري هي بتساهم بنسبه كبيره من نجاحه وقوته، لانها بتكون سند ودعم لجوزها في بيته، وخاصه في ظل ارتفاعات نفقات الاسره في البيت المصري. تمام. حضرتك قلت في كذا يعني مجال، زي مثلا الصحة، زي الرياضة، التعليم، عشان بناء الإنسان المصري. نعرف أكتر برضو التنسيق بقى ما بين الجهات المسؤولة عن هذه المعطيات. الأول مثلا الصحة، إيه المفروض أو يحصل في الفترة القادمة؟ مطلوب منها إيه قطاع الصحة؟ التعليم برضو مطلوب منه إيه؟ في ظل برضو في قرارات جديدة، وشفنا بعض التغيرات في وزارة التربية والتعليم مثلا، أو على سبيل المثال بالنسبة برضو للرياضة. خلينا نمسك بقى ايه قطاع قطاع. انت حضرتك اتكلمنا في 4 حاجات مهمين جدا: صحة، تعليم، ثقافة، رياضة. تمام. مصر بتهدف الى الاستثمار في الطاقة البشرية ورأس المال البشري اللي هو شباب مصر في ال4 قطاعات دول، لانهم اهم 4 قطاعات. طيب. اول حاجة الاهتمام بالصحة، لان لابد ان انت يكون عندك طفل خالي من اي مرض مزمن، زي امراض التقزم وامراض اللي كانت موجوده شلل الاطفال، والامراض اللي بالهرسيا كانت موجوده زمان، وامراض كثيره كانت بتاثر على نمو الطفل، وبالتالي نمو تفكيره وقدرته على الابتكار. كويس. فدلوقتي لما احنا نهتم بالطفل من سن يوم لغايه 6 سنوات، يبقى انا كده اهتميت بيه ان هو اخذ قدر كبير من الرعايه والتحصينات الصحيه، توفر له
اللبن او التغذيه، ثم الغذاء الطبي الصحي من خلال المدرسه، ثم من خلال الابتدائيه، ثم الاعدادي، ثم الثانوي، ثم اصبح بيمارس رياضه في المدرسه، بيمارس رياضه في النادي سواء كان حكومي او خاص. اذا عندي تحسن في صحه الطفل، ثم تنميته رياضيا، ثم الاهتمام بالهويه المصريه والاخلاق. ونقطه مهمه جدا يا فندم، الهويه المصريه. احنا عايزين نرجع باطفالنا وشبابنا الى اخلاق زمان، الصغير يوقر الكبير، ان الطالب يوقر المعلم، ان الاب تعامله مع اولاده يكون قائم على التفاهم وليس على اسلوب العنف، ان الام تكون بتقرا وتطور من ادائها عشان تقدر تربي ابنها تربيه سليمه، بالاضافه ان يكون له دور للمدرسه يسموها التربيه والتعليم، انها تكون وزاره تربي ثم تعلم، وما ناخدش الانترناشونال اللي احنا فرحانين بيه بكل مساوئه وعيوب، يعني بكل مساوئ ومميزات. احنا عايزين ناخد الايجابيات اللي فيه ونبتعد عن المساوئ. احنا دوله شرقيه لنا هويه بصريه، يعني هويه بتاعتنا، لنا مبادئ، لنا مبادئ بتاعتنا. فاحنا عايزين زي ما فنلندا كده، انا كنت في اجتماع مع سفيره فنلندا هي رقم واحد في العالم مع التعليم، صحيح. فكانت بتكلم معاه، قالت مصر التعليم فيها كويس جدا، وانتوا عندكم يونيك، يعني حاجه محدده في التعليم المصري بتاعكم، واحنا عندنا في فنلندا حاجه مميزه. النظام الفنلندي لا يمكن تطبيقه 100% على النظام المصري، لكن في 70% متشابهه بين الدولتين نقدر نطبقهم، بحيث ان احنا نحافظ على الهويه المصريه ونحافظ على التقاليد الشرقيه بتاعتنا وروح المصريين المميزه حول كل دول العالم. على فكره صحيح. المصري ليه بصمته في اي دوله في العالم، يعني المصري يروح اي دوله ليه البصمه بتاعتنا. اي مصري بيسافر بره فعلا بيبقى مميز جدا، حتى لو رحت اوروبا، ودايما بتبصلك بصه ان انت الطب في الدول العربيه بالرغم ان احنا ممكن اقتصاديا ما نكونش الطب، لكن احنا كمان باور، احنا اللي بنعلم السعوديه، احنا اللي بنعلم الاماراتيين، اول مدرسين وبعثات تعليم راحت من مصر. احنا اول دكاتره راحوا السعوديه من مصر، مهندسين، ايوه المهندسين اللي بنوا الحرم المكي واللي بنوا المدينه، مصريين من المصريين، اللي بنوا محطات قطارات في المانيا اللي هي بلد النظام، مهندس مصري. مهندس عازر بالظبط كده. عايز اقول لك ان الحمد لله كل 20 سنه كده وكل 10 سنين دايما مصر بتقدم نموذج ايدل. يعني كنا في الفن قدمنا ام كلثوم، حتى الان ام كلثوم هي ام كلثوم. في الثقافه قدمنا نجيب محفوظ، قدمنا شخصيات عالميه، حتى في الرياضه احمد زويل، بالظبط قدمنا بالظبط في علوم نوبل. الرياضه عندنا محمد صلاح. ففي كل الحمد لله في مصر كل سنتين او يعني كل عهد كده هتلاقي رمز من الرموز المصريه هو اللي بيعلم على مستوى والعالم كله احترم وقدره. عندنا دكتور مجدي يعقوب لابد ان احنا ندي حقه طبعا يعني ده قيمه وقامه، فاد العالم الدولي وفاد مصر بصراحه بانتاجه للمستشفى مع يعقوب، يعني للعلاج على نفقه الدوله او العلاج المجاني. صحيح. اذا البناء الانسان والتعليم عن الصحه والتعليم والرياضه والثقافه كلهم مهمين. دلوقتي السنه دي الدوله قامت مثلا بمهرجان العالم عالمين، كان في جزء منه نبته للتهتم بتربيه الاطفال، انشطه للاطفال، في انشطه يعني رجعت الفولكلور المصري تاني، اللي هو زي ما كان عندنا فرقه رضا زمان، وزي ما كان عندنا المسرح الجميل والمسرح، لابد ان احنا يكون عندنا كده. عندنا الاوبرا دلوقتي بدات تعمل نشاطات كبيره، وكلها الميزه فيها ان هي بثمن رمزي، فاي مواطن سواء كان محدود الدخل او غني يقدر يدخلها ويلاقي الاحترام ويلاقي البصمه مصر في الفن. يبقى اذا لما تطوري قطاع تعليم وتطوري قطاع صحه وتطوري قطاع ثقافه وقطاع رياضه، يبقى انت هتطلعي جيل جديد بيسموه ايه، يعني مستعد بكل وسائل ومؤهل بكل وسائل النجاح انه ينجح، بالاضافه الى التحول الى الذكاء والتحول الرقمي والذكاء في استخدام الكمبيوتر ووسائل البحث والتواصل الحديثه. فده هتخلي عندك فتح فرص عمل للشباب ان هم يشتغلوا سواء جوه مصر او خارج مصر. على فكره يعني كل واحد بيشتغل جوه مصر بيفيد الاقتصاد المصري، واللي بيشتغل بره مصر بيفيد الاقتصاد مرتين، مره انه بيكون سفير لينا، ومره انه بيعمل لها تحويلات المصريين في الخارج بعملات اجنبيه. صحيح. وهي دي اللي ساند الاقتصاد المصري من ناحيه التحويلات المصريه في الخارج. والصين لها نفس التوجه على فكره، والهند تحويلات الصين في الخارج والهند في الخارج ايضا عامل كبير لدعم الاقتصادات هذه الدول. فده ان انا اخرج دكتور كويس يغطي السوق المحلي ودكتور كويس يشتغل في الخارج، ده ظاهره مطلوبه عشان يكون عندي تنوع، بالاضافه ان اللي بيسافر في الخارج ده بياخد خبرات دوليه، فبيرجع لي بخبرات دوليه بعد سنه بعد 10، حتى لو استفدت بيه كزيارات لمصر ايضا هيكون عامل نجاح. يبقى احنا بنأهل شباب
في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بنأهل شباب في قطاع التعليم المهني، بنأهل شباب في قطاعات ثقافية وقطاعات رياضية، عشان مصر تكون هي الدولة الرائدة تمام. في الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا. طيب خلينا نمسك قطاع برضو تاني مع حضرتك. احنا قلنا المفروض الدولة بتعمل ايه، او الخطوات الجادة اللي الدولة بتقوم بيها في كل قطاع، سواء الصحة او التعليم او الثقافة او الرياضة. في كل قطاع في بعض النواقص، يعني ممكن يكون في مثلا في الرياضة احنا مهتمين جدا بكرة القدم مثلا، الساحرة المستديرة طبعا على مستوى العالم اهتمام غير عادي. في رياضات اخرى لابد من الاهتمام والتركيز عليها. احنا عندنا الرياضات الفردية في مصر متميزة جدا، البطولات البارالمبية الحقيقة يعني حتى ذوي الاحتياجات الخاصة بيحصدوا ميداليات ذهبية اكتر من البطولات الأولمبية، وأكيد حضرتك عارف حاجة زي كده. فهل احنا محتاجين برضو شوية اهتمام مثلا في الرياضة كقطاع رياضي مثلا بالألعاب الفردية؟ قطاع الرياضة اهتم بكرة القدم لأنها بقت مصدر دخل للنوادي. تمام. غير ولكن احنا يعني متميزين في حاجات تانية. لكن انت لما تهتمي بالألعاب الفردية هتقدري تحصلي على ميداليات اكتر، لان المشكله ان الفريق كره القدم يكون 11 لاعب، فعشان احصل بيه على مركز متقدم لابد ان يكون 11 لاعب كلهم مميزين. بالظبط. فتمن 11 لاعب عشان يكونوا مميزين بالاحتياط بتاعهم ده كلا برضه هيتصرف عليه زي كبير جدا. مظبوط. لكن لاعب مثلا زي السنه دي مصر خدت دوره مثلا في اللعب الخماسي، خدنا الميداليه. احنا في السكواش متميزين جدا. كره اليد احنا برضه مميزين فيها جدا على فكره. كره اليد والسكواش احنا تقريبا من بعض اللعب الاخرى زي كمال زي اللي هي بيسموها اللي حمل الاوزان، المصارعه اللعبه الفرديه دي مصر حصلت فيها على حمل الاثقال. مصر حصلت فيها على ميداليات لان دي فيها ميزه انها بتعتمد على مهاره شخص واحد. صحيح. فلو ممكن الدوله تدعم هذا الشخص مثلا ب 2 مليون دولار مش هيهمها حاجه لان هو شخص واحد. كره القدم المنافسه فيها كبيره قوي، وبقت حتى هي عشان مصدر دخل زي ما حضرتك قلت. بالظبط. يعني في دول زي البرازيل الكوره بالنسبه لهم مصدر دخل، بيع اللعيبه والماتشات واستضافتها. الدوله زي مثلا العربيه زي الدوحه دلوقتي بدات تشتري حق اذاعه المباريات من خلال الاعلام، بقى الاعلام اصلا قائم عليه. بالظبط. والحقيقه كانت كاس العالم في قطر كان مشرف جدا في الدول العربيه، وسوقته بشكل كبير. صحيح. وعمل تسويق لدوله صغيره زي قطر انها تظهر بصدور العالم وتستضيف كل شخصيات العالم. السعوديه دلوقتي قايمه بعمل دوري وشوف اكبر لعيبه حول العالم بتشتريهم. صحيح. فهو الموضوع بقى يتحول الى تحدي. نرجع نقول تاني التمويل المالي. يعني وزاره الثقافه في مصر وزاره عريقه ولها تاريخ كبير، ولكن ليس لها موارد ثقافيه، موارد ماليه. طب احنا ممكن نعمل حاجه زي كده ازاي؟ نوفق ما بين انه تنميه ثقافه مثلا على سبيل المثال، هي فندم هي المشكله في حاجه، وفي نفس الوقت يجي لنا منها موارد ماليه. هي في وزارات غنيه، يعني مثلا وزاره البترول مش محتاجه حاجه من حد، هي وزاره غنيه كل قطاعاتها غنيه، شغاله في الذهب، شغاله في التعدين، غاز، بترول. حضرتك تقصد في وزارات خدميه غنيه بطبيعتها. وزاره زي مثلا وزاره الثقافه فقيره بطبيعتها. ليه فقيره؟ لانها بتقدم عمل فني مجاني تقريبا، فالعائدات بتاعتها تكون قليله. وزارتين اقول لك على حاجه، انت عندك وزارتين، وزاره السياحه والاثار. وزاره السياحه غنيه جدا، قصدي وزاره الاثار غنيه جدا، وزاره السياحه فقيره جدا. ليه؟ الاثار لان عندهم اثار بيقدروا يعملوا مزارات. معقول السياحه فقيره؟ السياحه كوزاره فقيره لانها بتدير بس المؤسسات السياحيه، بتدير الفنادق. يعني وزاره السياحه بدون اثار تقع، لان المورد الرئيسي اللي بيجي لها من زياره المتاحف والاثار. يعني انت مثلا الاجنبي اللي بيخش الهرم ده بيدفع $50، دي بتروح لوزاره السياحه والاثار. وزاره السياحه ما عندهاش، لان وزاره السياحه كوزاره هي ما عندهاش غير مجموعه فنادق بسيطه مأجراهم للشركات العالميه بتديرهم لها. لكن اللي بيجيب لها مورد رزق هو وزاره الاثار. فهي اللي بيجيب لها مزارات وتجيب لها تيكت دخول معابد وايجار للحاجات دي، فده بالنسبه لها بيكون مورد. فهي في بعض الوزارات بتكون فقيره زي وزاره التعليم، وزاره الصحه وزاره فقيره. وزاره الخدميه الوزارات الخدميه كلها يا فندم بتكون وزارات للاسف فقيره ماديا، فلا بد ان الدوله تدعمها عشان تقف على رجلها. ودعمها بيكون كبير قوي لانها بتمثل كل محافظات مصر. وبتمثل الريف، بتمثل الصعيد، بتمثل سيناء، بتمثل مطروح، كل المحافظات. طب ايه الحل؟ يعني هل ممكن الحل مثلا هو الوزارات تبقى متكامله مع بعض، تتعاون، ناخد من ده يصب في ده ولا ايه؟ ما هو ده الطبيعي يا فندم من خلال ميزانيه الدوله. الدوله بتاخد من وزاره البترول مثلا مواردها، وبتاخد من قناه السويس ايراداتها حوالي $10 مليار في السنه مثلا. صحيح. وبعد كده بتعيد توزيع هذه الدولارات على كل الوزارات بايه؟ طبقا لاحتياجاته، الاهم ثم الاهم. يعني قطاع الصحه دلوقتي الحملات 100 مليون صحه اللي اتعملت، حملات اللي هي قوام انتظار في العمليات المفتوحه او العمليات الصعبه، دي كلها من ميزانيه الدوله. وزاره الصحه بدات تفكر باساليب جديده شويه، اللي هي تاجر بعض اجزاء من المستشفيات الحكوميه لمستشفيات خاصه، وبدات تاجر بعض المعامل بتاعتها، وبدات تاجر بعض العيادات الخارجيه.